بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل والنور والسرور على عيونكم. النهاردة بقى ركزوا معانا كده، معانا أكلة محشي من الآخر. والله كان بسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا على كل اللي أكل منه. معانا الكرنبة، اوعوا تكونوا بتسلقوا الكرنبة بتقطعوها من الأول، مش عارفة ايه، تخسروا ورق كتير قوي يا جماعة. دي أسلم طريقة لسلق الكرنب. نحطها شوية على وشها كده في المية لحد ما تفك، وبعد كده بنقلبها ونبدأ نسحب ورقة ورقة، وبين كل ورقة والتانية سيبوا بس حوالي 10 ثواني. عدوا 10 ثواني كده واسحبوا الورقة اللي بعدها. دي أسلم طريقة، مش هتقطع منك الورق ومش هتهلك منه أي حاجة. شايفين الورق ازاي بيطلع بمنتهى السهولة؟ لحد آخر ورقة معاكي بتبقى الدنيا تمام. هنا معانا صلصة، بعد ما اتسبكت كده وخلاص لسه لها غلوة حطيت معاها شوية من صلصة الفلفل. بتدي طعم جميل جدا للمحشي وبتغير لون الصلصة كمان. هنا معانا طاسة حطينا فيها شوية زيت، بصلاية، كبد والقوانص بتاعت فرخة، شوية رز، هنشوحهم مع بعض شوية. هنملح بقى ملح وفلفل اسود والسبع بهارات، وهما تقريبا دول كلمة السر معانا النهاردة، الفلفل الاسود والسبع بهارات. شوية مية وهنسويهم 3/4 سوا. نروح بقى ننقي الرز لحد ما الحاجة تستوي. الرز بتاع الحشوة خلاص استوى اهو 3/4 سوا. هنركنه على جنب لحد ما يبرد، وهنجيب علبة زبادي عليها معلقتين صلصة، شوية زيت، شوية ليمون كتير قوي ما شاء الله، ليمون كتير كتير. الفرخة دي بتطلع حلوة قوي بالليمون. دي تاني فرخة معانا. هنحط برضو زي ما قلنا فلفل اسود وسبع بهارات. معانا الفرخة بتاعتنا، الفرخة كان حجمها كبير فقطعتها. وهنقعد بقى نوزع التتبيلة فوق الفرخة كويس جدا، ونوصلها كل حتة ونعمل لها مساج. كل قطعة فراخ تمسكوها اعملوا لها مساج حلو قوي. ودي بقى الفرخة التانية معانا، هنحط لها الحشوة. هي الفرخة صحيح كانت متبهدلة وانا ما كنتش عاملة حسابي ان انا هحشيها، بس هي جت كده في دماغي، انا نفسي جابتني للفراخ المحشية، وهتعدي ان شاء الله. هنجهز خلطة المحشي. هناخد شوية من الرز اللي غسلناه وهنسيب شوية، هقول لكم هنعمل بيهم ايه بعد كده. الصلصة الخضرة، وزي ما قلنا السبع بهارات والفلفل الاسود، واللي هنزوده عليه طبعا الكزبرة الناشفة، روح المحشي الكزبرة الناشفة. ملحه، ملح مش كتير يا جماعة، هو الملح ده ما بيملحش كويس. شوية زيت كتير 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 بقى. بصوا الكرنب بيتقطع معانا بمنتهى السهولة ازاي، ولا هدرنا منه اي حاجة ما شاء الله. هنلف صباع المحشي، هنحط الحشوة جوه الصباع في النص كده، وبعد كده واحنا بنلف نضغط على الاطراف. وانتوا بترصوا حلة المحشي ما تضيقوش يا جماعة المسافات، ما تزنقوش عشان المحشي يستوي معاكم براحته، عشان المية تنزل كده في الحلة وتاخد كل صباع محشي ياخد حقه من المية. لو كتمتوا الحلة المحشي من قلبه ما بيستويش. انا رشيت بس خضرة كده في الارضية لان انا كنت مستعجلة جدا ووقتي ضيق وزي ما تقولوا الوقت سرقني، وما كانش فيه وقت ان انا بقى اقطع فلفل طماطم، فطبعا اعملوا اللي انتوا عايزينه. هو ده بس عشان انا كنت مستعجلة. معانا بقى تاني حاجة ورق الخس. بص ورقة الخس بتتلف ازاي، لو ما جربتوش محشي ورق الخس جربوه، جربوه مش هتندم. طبعا بتجيبوه تشيلوا الورق وتسيبوه يدبل عشان يبقى سهل معاكم. ده بصل، ميه مغليه هنسقط فيها البصل. بنفتح البصله لحد النص كده، عشان ده بقى الحاجه اللي هنبقى بعد مع بعض دي اول مره. بصوا محشي الكرنب بسم الله ما شاء الله. هنطلع البصل، اول البصله لما تتفتح كده من النص كده خلاص هي جاهزه معانا. طبعا كان طالع الايام اللي فاتت دي محشي البصل كتير جدا والكلام على محشي البصل كتير جدا، بس احنا اجلناها ان احنا نجربه رمضان وما ندمناش الحمد لله. وادي محشي ورق الخس، جربوه يا جماعه بجد مش هتندم. بسم الله ما شاء الله. كده خلصنا الفراخ وخلصنا المحشي ورق الخس ومحشي الكرنب. هنيجي بقى للحشوه بتاعه محشي
ال- البصل، شوية الرز معاهم 3 معالق صلصة، كوبايتين رز عليهم 3 معالق صلصة، طماطمية متقطعة مكعبات، وبقدونس بس، دبس رمان حوالي 3 معالق. دبس الرمان خطير جدا في الوصفة دي، بس لو مش موجود عادي استغنى عنه مفيش مشكلة. نصرف نفسنا يا جماعة باللي موجود في البيت، منحرمش نفسنا من حاجة عادي يعني، مش عشان مكون ما مش موجود في الوصفة طالما هو مش اساسي قوي ومش محوري وتمام يعني، نقدر نستغنى عنه. شوية زيت، ملح، فلفل اسود، والسبع بهارات. بصوا بقى هنلف الورق ازاي. هناخد ورقة ورقة من البصل، نحط برضو الرز في النص ونلف. بسم الله ما شاء الله، ولا واحدة فكت معايا، بسم الله ما شاء الله. والاحسن ان احنا هنرصه في صينية ونسويه. بس انتوا تقدروا كمان تسووه على البوتاجاز عادي يعني، بيتسوى على البوتاجاز مفيش مشكلة. بس انا حطيته في الفرن، قلت طالما انا كده كده مولعه الفرن علشان الفرخة فتمام يعني، نحطه في الفرن. بصي بنورقها ازاي، بتفكيها واحدة واحدة عشان ما تتقطعش منك، واحدة واحدة. فكي من الجنب ده شوية وفكي من الجنب ده شوية واديها بس كده توسيعة من النص، خلاص الدنيا تمام، هتطلع معاكي بمنتهى السهولة. جربوه يا جماعة بجد خطير. أنا مش هنبطل نعمل محشي بصل بعد كده. معانا دلوقتي مية سخنة خدنا منها شوية، الحلة دي عشان نسوي فيها الفرخة المحشية، بس خدت منها شوية. المية دي حطيت فيها معلقة سمنة وملح وفلفل اسود، وهشرب منها المحشي بقى بعد كده. نظبط المية بتاعت ورق الخس، طبعا بتبقى يدوب اخر سطر، بصوا شايفينها مش مغطية عشان ورق الخس مش هيشرب مية معانا كتير. بعد كده الكرنب، طبعا نهزها كويس علشان المية تنزل تحت. ولو انتم مزنقين بجد السطور بتاعة المحشي المية مش هتنزل معاكم. بسم الله ما شاء الله. ربنا يجعل دياركم دايما عامرة يا رب، اللهم امين، ورمضان كريم عليكم. وزي ما انتم شايفين بننزل الشوكة كده بس في الجوانب بالراحة كده، ونحاول نرفع المحشي بالراحة بس عشان ما نهرهوش. نتأكد بس ان المية خلاص نزلت في كل مكان ووصلت للحلة كلها. هرجع بس احط لها شوية مية صغيرين، انا حاسة ان هي محتاجة شوية صغيرين بس. مش عارفة هو انا فين، انا رحت فين يا جدعان؟ محدش شافني. محدش شافني انا رحت فين. هو انا تقريبا نسيت ان انا عملت كده فرجعت عملت تاني ولا ايه؟ في ايه؟ اهو بصوا حطينا شوية مية صغيرين. نحط بقى للمية اللي هنسلق فيها الفرخة ملح وفلفل اسود، بصلتين كده وطماطمايه ورقتين لوري، شوفوا انتوا بتحبوا تحطوا ايه في الشوربه. وادي الفرخه بتاعتنا، وهنحاول بعد ما تغلي اول غلوه نهدي عليها النار علشان ما تفرقعش، لان هي اصلا الجلد بتاعها ما كانش جاهز لكده. بصوا بقى يا جماعه هي دي، طبعا كميه البصل اللي عملتها ما كفتش الصينيه، ف شويه الرز اعمل فيهم ايه، يلا كملت بيهم محشي كرنب، كان خطير. طبعا بقى الميه اللي اتبقت معانا اللي سقينا بيها الكرنب وورق الخس، حطينا فيها شويه دبس رمان وشويه بتاع ده صلصه، معلقه صلصه وشويه دبس رمان، وبس كده. هي بقى كانت مبهره وفيها مكعب المرقه والملح والفلفل الاسود. هنغطيها كويس وهندخلها. والله انا عايزه اقول لكم ان هي كانت داخله الفرن الساعه مثلا 5:15، طلعتها وقت الاذان ما اذن، بسم الله ما شاء الله كانت مستويه.
يعني ما خدتش اي حاجه، يا دوب بس غليت واتلدنت وخلاص، يعني في الساعه الا ربع دول. بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان الاكل كله فاجئني اصلا في السوا، ما خدش سوا خالص. بسم الله ما شاء الله. وادي الفرخه بتاعتنا بتغلي اهي. تمام، ادي الفرخه اللي حطيناها. بجد يا جماعه الليمون كان خطير، عشان كده قلت لكم كتروا ليمون، شويه ليمون كتير كتير. كتري وبلاش تستخسري. شويه ليمون كانوا ظابطين الطعم، ظابطه زي الفل. او نسيت اقول لكم ان انا كمان حطيت مع الفرخه اللي اتشوت دي، حطيت حاجه، حطيت ايه، روزماري. ممكن تحطوا اي حاجه عطريه، روزماري، زعتر، اللي موجود. انا كان موجود عندي روزماري، روزماري حطيت رشه روزماري. الفرخه طبعا عندها جنب طق كده، بس مش مشكله. وادي محشي الكرنب، بسم الله ما شاء الله، ولا صباع متحرك من مكانه. بسم الله ما شاء الله. ومع ذلك كله استوى براحته جدا. اهم حاجه ما تزنقوش السطور، لان في ناس بتزنق جدا 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 ومش عارفه ازاي بيسووها بعد كده. هنحمر فرختنا. صلوا على الرسول. صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا الحمد لله جينا اهو، حمر فرخه تقريبا وبقيه الفيديو اتقطع. تمام. معانا المحشي، بسم الله ما شاء الله، شايفين ولا واحد فاكك ولا الرز خارج بره. كام حبايه كده، مش مشكله، اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم، عادي يعني. عادي عادي. بسم الله ما شاء الله، وشايفين لونه. بسم الله ما شاء الله. وادي الفرخه بتاعتنا، كنت حطيتها كمان 5 دقايق في الفرن سخن تاني، لان هي كانت بردت. بسم الله ما شاء الله. وادي يا جماعه محشي البصل والكرنب، والله كان مستوي جدا، كل حبايه رز جواه كانت مستويه جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. وادي الفرخه. عايزين نشوف، ادي محشي ورق الخاص اهو. كنت بسأل عليكي حاجه فين. بسم الله ما شاء الله. شايفين كل حاجة سخنة، خلاص غرفنا والمغرب بيأذن، وغرفنا أكلنا وكله سخن، هيتحط كله على السفرة سخن. بسم الله ما شاء الله. وادي الفرخة الجميلة بتاعتنا. ودي كمان المرقة اللي طلعت من الفرخ. بسم الله ما شاء الله.